الكل عمال يقول لك رمضان بتاع زمان ورمضان زمان احلى. طب ما تيجي انا وانت نرجع لرمضان زمان، بس زمان قوي، ايام الدولة الفاطمية اللي رمضان فيها فعليا كان ليه شكل تاني. على سبيل المثال كانوا القضاة والوزراء بيلفوا على كل المساجد في جميع الأحياء في القاهرة قبل رمضان عشان يشوفوا حالتها، يعني اللي محتاج فرش جديد، اللي محتاج زينة، اللي محتاج لسراج وقنديل. والقنديل يعني لمبة للإضاءة عبارة عن زيت وفتيل زي اللمبة الجاز كده لو كنت عصرتها. وكمان الخليفة الحاكم بأمر الله في الوقت ده أهدى مسجد عمرو بن العاص سرايا اللي هي نجفة، وكانت من الفضة الخالصة، وبيتقال إنها كانت بتوزن 7 قناطير من الفضة، وكانت بتساع أكتر من 700 قنديل، وكان بيتم إضاءتها في ليالي شهر رمضان والمواسم والأعياد. كمان كانت الدولة الفاطمية في الوقت ده بتخصص حصة من ميزانية الدولة عشان يشتروا بيها البخور الهندي والمسك والعنبر والكافور عشان يتم توزيعها على جميع المساجد لتعطيرها خلال شهر رمضان. عرفت ليه